بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تعالوا نشوف السندوتشات السوري اللي ولادنا بوقفوا عليها والتوابير مع بعض هنعملها وشوفوها معانا. يلا سلام. دي هنا البطاطس هي بعد ما كنا خرطناها قشرناها وخرطناها، نحطها رشة ملح ونقلبهم ونحمر بقى نص تحميرة لما ساعة الأكل. دي احنا حطينا البطاطس معانا تتحمر اهي، بس تغدر بس كده شويه تحميره خفيفه، وهنقوم شايلينها رصينها على الصينيه تبرد عشان ما تيجي تحمريها تاني مره تلاقيها مقرمشه معاكي واكلها حلو. دي كده البطاطس بعد ما خدت لون معانا، وهي دي طريقه البطاطس المصفرة اللي بتشترى في الاكياس. خمسة تبرد او عاوزه تعينيها في الفريزر سيبها اما تبرد وحطها تلجيها وزي ما هي في الصينيه بتاعتها. دي هنا البطاطس هي بعد ما احنا كنا حمرناها تحميره خفيفه كده وسيبناها برد. في وقت بقى ما هتيجي تعملي هنحمرها معانا. هنا كان الزيت معانا سخن، هنحط بقى نحمر البطاطس عشان تيجي تبقى زي جاهزه بالظبط. كده هي خدت معانا اللون الذهبي الحلو ده اهوت. هنطلعها بقى وتعالوا نشوف السندوتشات بتاعتنا هتتعمل ازاي. هنا اهوت احنا هنعمل السندوتشات مع بعض. هنجيب معلقه توميه، البطاطس، وهنا الكاتشب برضو معانا عشان شوفوا معانا على القناة وقلنا رأيكم. هنحط برضو مخلل الخيار عاملينه برضو اهوت، ونقفل الساندوتش كويس عشان ما يفتحش مننا. كان الزيت معانا بتقدح، هنحط بقى السندوتشات نحمرها، ولو عندك جريل هيبقى احلى برضو. اللي بنحطه على الجهة اللي هي المفتوحة عشان يمسك على طول ما يتفتحش منه. دي الكاتشب اللي احنا عاملينه والتوميه اللي احنا عاملينها. وعيش بقى، عاوزه تشتري عيش اشتري، احنا الموجود قضينا بيه من عندنا. ولف بقى السندوتش كويس. مثلا نحط الخيار، والخيار برضو احنا اللي عاملينه. ونحمر بقى السندوتشات. والله اعمل لك سندوتشات زينا بكاتشب. هو ده الشكل النهائي اهو معانا بعد ما كنا حمرناه. ما شاء الله كان جميل وحلو.